السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل طريقة الكشري. المكونات معانا رز منقوع، رز مصري منقوع، معانا مكرونة مرمرية، عليها مكرونة اسباجيتي متقطعة صغير، معانا بصل متقطع جوانح، معانا عدس منقوع، معانا شعرية، معانا طماطم وصلصة، معانا توم مضروب في الكبة، معاه فلفل اخضر رومي، معانا كمون، معانا صلصة. ونبتدي ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة معانا احنا حاطين مية على النار تغلي عشان نسلق فيها المكرونة. المية دي عليها ملح بس، ما نحطش عليها زيت. اهو هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط المكرونة. وعندنا كزرولة هنحط فيها زيت غزير، هنحط فيها زيت غزير عشان هنقلي فيها البصل. هنشوف ازاي. عندنا البصل ده بعد ما قطعناه كده دعكناه، حطينا رشينا عليه ملح ودعكناه بيه. اهو هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحطش البصل كله، ده سر بقى البصل المقرمش بتاع المحلات، ان احنا بنقليه زي البطاطس، مش بشوحه، انا بقليه. انا بحط كل شويه بعمل حبه. نخلي بالنا عشان طبعا بيبقى درجه سخونيه الزيت عاليه جدا، فنحطه بالراحه كده زي ما احنا شايفين. اهو كده الزيت اهو بيتقلي زي البطاطس في الزيت. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا الزيت ده انا حاطاه كتير، وده اللي هعمل بيه الكشري كله. هطبخ بيه الرز وهحطه على المكرونه، هعمل بيه الصلصه وهعمل بيه الشعريه، فانا عندي الزيت ده هو الاساس بالنسبه لي. ونكمل مع بعض. دلوقتي عندنا حله اهي هحمر فيها الشعريه. هحط بسم الله الرحمن الرحيم زيت كده. انا المقادير بالظبط والنسب هكتبها لك في الوصف تحت الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ادي الشعريه بتاعتي، هبتدي احمرها كده اهو. يبقى انا عندي المكرونه بتتسلق، وعندي البصل شغال اهو، البصل بيتقلي اهو شغال، وعندي الشعريه بحمرها اهو. دلوقتي البصل عندنا اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. اهو انا بتطلعيه في المرحله دي اللي هو اللون فيه كده، هو بيكمل بره عشان لونه ما يغمقش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطه كده بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي احط غيره، يعني انا شلته اهو، هحط غيره بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو تقريبا الزيت ممكن ياخد بقيه البصل كله اهو. ونسيبه برضو يتقلي. وادي الشعريه معانا اهي بنحمرها عشان نبقى ماشيين كده الخطوات مع بعض اهو. وادي المكرونه بتتسلق.
دلوقتي عندنا الشعريه اهي اتحمرت كويس، بطفي عليها. انا وانا بحمرها خدت معلقتين من زيت البصل حطيتهم عليها. دلوقتي بقى هنعمل الصلصه. هناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم من الزيت اهو. الزيت عندنا احنا خلصنا البصل اهو، ودي الحله بتاعت الصلصه اهو. بسم الله. هاخد عندي الثوم بسم الله الرحمن الرحيم، الثوم والفلفل كده. الصلصه دي فعلا هي الريحه والطعم بتوع المحلات. مفيش بصل في صلصه الكشري، مفيش بصل في صلصه الكشري. انا بعيد تاني اهو، دي كده محلات الكشري المتخصصه قوي بتعمل الصلصه كده وكده. طبعا احنا مش محتاجين ولا دقه ولا اي حاجه. اهو اما يبتدي يصفر، المكون التاني اللي بيعمل الريحه والنكهه والسر التاني من اسرار المحلات هو الكمون. هبتدي احط شويه كمون كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا مش متخيلين الريحه هنا عامله ايه. الريحه تحفه اهو. يتحمروا مع بعض كده. عندي خل، معلقه واحده خل، وبعدين انزل عليهم بالطماطم كده. خلي بالكم طبعا الدنيا بتبقى سخنه والطماطم بتنزل تفور على طول اهو. هسيب الكلام الجميل ده كله، هغطيه وهرجع اعلي عليه تاني. هغطيه كده اهو واسيبه يتسبك مع بعض. دلوقتي هنعمل بقى الرز. عندنا العدس المنقوع اهو المغسول، هنحطه اهو بسم الله الرحمن الرحيم. انا مشغله النار والحله سخنه. هو فيه شويه ميه مطرحناه، هسيبه لحد ما ينشف من الميه دي كده. دلوقتي عندي بقى الشعريه اهي. هنبتدي ناخد الصلصه عندنا بتغلي اهي ما شاء الله اهي. هاخد معلقه كده 2 على الشعريه واغطي على دي تاني. الشعريه احنا كنا محمرينها وطافيين عليها بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع اشغل عليها تاني، احط لها الملح برضو زي ما انا قلت قبل كده. الملح ده على حسب حيائك انتي، يعني دوقي وشوفي الحياء انتي بتحبيه ايه. ان شاء الله يعني لما تعملوا الكشري بالطريقه بتاعتي دي يعني هتعشقوا الكشري كده عشق وهتدمنوه، يعني مش هتبطلوا اكل فيه ان شاء الله. هيبقى تحفه يعني ان شاء الله. دي برضو هسيبهم يتشوحوا مع بعض. هنا الصلصه اهي، الطماطم اهي هزود لها بسم الله الرحمن الرحيم كده صلصه تاني عشان عايزه اتخنها ولونها يبقى غامق وحلو اهي بسم الله الرحمن الرحيم.
ممكن ازود كمان معلقه كده، وهحط لها شويه زيت اهو عشان تتسبك كويس. هنحط ملح ونغطي. هنا عندنا العدس بتاعنا اهو بيشرب الميه بتاعته اهي. انا ما حطيتش ميه، انا بنشفه بس من ميته. وادي عندي الشعريه اهي اتشوحت مع الصلصه اهي، هنسقيها. ميه مغليه برضو ندوق. هي كده ملحها مظبوط ما شاء الله. هنغطيها ونسيبها تختم. انا لو احنا شايفين الميه انا خليتها فوقيها على طول، يعني يا دوبك الميه تغطي الشعريه اهو. بسم الله. هبتدي عندي ده اهو شغال مش بغطيه اهو، شغال اهو العدس عندي. هحط عليه الزيت اللي هو بتاع البصل اهو. بياخد زيت حلو كتير، مش بياخد زيت قليل عشان يبقى مفلفل معانا وحلو اهو. هبتدي انزل عليه بالرز اهو اللي احنا غاسلينه ونقعينه. بسم الله الرحمن الرحيم، واحده واحده كده اهو. كده الرز عندي اهو حطيته كله، هشوحه مع العدس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عليه الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو نحط الملح في الاول بسيط وندوق، عشان الملح لو كتر ملوش حل ملوش علاج خلاص باظ. لكن لو هو قليل خلاص انا ممكن اعدله وازود ملح اهو. هنشوح كويس كده. لو حسيت ان هو محتاج زيت اهو ازود له كمان شويه زيت اهو. كده الرز اهو والعدس عندي شوحتهم كويس قوي واتاكدت ان مفهومش ميه خالص. هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، ميه برضو مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اقلب كده عشان اشوف عشان الميه ما تكترش مني اهو. يا ريت الميه بتاعت الرز ناخدها بالنظر، بلاش
كل كوبايه رز كوبايه ميه والحاجات دي غلط. اهو بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، انا كده ببقى عندي لو اهو الكاميرا مقربه معانا، بصوا يا دوبك يعني انا شايفه الرز اهو من تحت الميه، اهو شايفه الرز من تحت الميه ماشي. عشان ايه وكده ادوق اهو الحياء بتاعي. هو محتاج سنه ملح. تمام كده. اغطي عليه واسيبه على نار عاليه الاول. اول لما يشرب ميته ابتدي اوطي عليه، بس لازم في الاول يبخر ويبقى النار عاليه عليه كده. عندنا اهو ما شاء الله الشعريه، بصوا ما شاء الله، بصوا الشعريه ما شاء الله عامله ازاي، بصوا اهي ختمت واستوت وبقت زي الفل اهي اهي. وعندنا الصلصه اهي شغاله عندي، اتسبكت اهي وبقت حلوه. بصوا الصلصه اهي اهي، بعلي عليها اهي اهي. هبتدي اما اتسبكت كده هبتدي ازود لها برضو ميه سخنه الميه ازودها لها واحده واحده، ما ازودش كله في وقت واحد اهو، وارجع اغطي واسيب النار عاليه عليها. دلوقتي عندي ادي المكرونه اللي انا سلقتها وشطفتها. بعد ما بشطفها بحط عليها شويه زيت عشان اهو تبقى مفلفله كده عندي. هجيب الشعريه بتاعتي اهي واقوم حطها عليها واقلب. قلبنا اهو المكرونه بتاعتنا معاها الشعريه اهي ما شاء الله مفلفله اهي وجميله اهو اهي. وهنسيبها. وعندنا ما شاء الله البصل بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين ما شاء الله مقرمش وجميل اهو ما شاء الله اهو. دلوقتي الرز عندنا اهو شرب الميه بتاعته كلها اهي ما شاء الله اهو. هبتدي اهو اوطي عليه النار واعوج له الغطا كده شويه عشان يفلفل معايا اكتر اهو كده، وعوجت الغطا وموطيه النار عليه واسيبه يكمل. وادي عندنا الصلصه بتاعتنا اهي دلوقتي اخر بقى مرحله خالص. احنا عندنا الرز اهو وخلصنا المكرونه والشعريه وكله. اخر مرحله خالص هنعمل طشه للصلصه. الصلصه عندنا اهي شغاله، هنعمل لها طشه. خدت بقيت الزيت اللي متبقي من قليه البصل هحط عليه كده بسم الله الرحمن الرحيم معلقه اهي ونص معلقه اهي، معلقه ونص كبيره كده توم. دي السر المهم قوي في طعم الصلصه بتاع المحلات اهي. دلوقتي اهو التوم بتاعنا ابتدى يصفر، هبتدي انزل عليه بالكمون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نص معلقه كمون صغيره اهو بسم الله الرحمن الرحيم.
عايز فرت اهي واتحمرت معانا. هطفي عليها النار. عندي الصلصه اهي، بسم الله، واغطي على طول اهو. الصلصه لو حسيتوا انها خفيفه معاكم تزودي على طول صلصه من العلبه عليها ويغلوا مع بعض اهي كده ما شاء الله اهي كده. انا هطفي عليها دلوقتي. الكشري بتاعنا اهو ما شاء الله جاهز. ادي المكرونه والشعريه، وادي الصلصه بتاعتنا، وادي الرز، وادي البصل. هناخد شويه من الصلصه نحط عليهم شطه. بسم الله الرحمن الرحيم. نفصل كده في حاجه تانية. ادي عندي الشطه اهي، برضو ما بكترش يعني اهو. تمام كده. وهقلبها. هنبتدي بقى نغرف مع بعض طبق الكشري بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الرز اهو الرز عندنا ما شاء الله مفلفل وجميل اهو كده. وادي المكرونه نساوي كده الطبق بتاعنا. ونحط انا عايزه الطبق ده اهو بشطه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادره اقول لكم الريحه هنا عامله ازاي، تحفه. وبعدين بنحط ادي البصل ما شاء الله المخرفش بتاعنا اهو. وادي طبق الكشري بتاعنا اهو. وبألف هنا وشفا. وما تنسوش لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة. وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة وسر تاني من اسرار المحلات مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله.